كان في جيل الخصم يدخل الملعب وهو عارف انه خسران، جيل حافظين تشكيلته عن ظهر قلب، مش عشان الاعلام، عشانهم كانوا بيرعبوا القاره كلها. ده مش جيل كوره، ده جيل بطولات، جيل رجوله، جيل الاهلي اللي خلى افريقيا كلها تقول هو ده الكيان. من 2005 ل 2013 الاهلي دخل مرحله تانية خالص، جيل ابو تريكه وبركات ومتعب وشوقي والحضري، الجيل اللي خلى كل جمهور الخصم يقول يا ريتني كنت اهلاوي من غير ما يحس. كل ماتش كان ليه خطه واضحه، شخصيه وتكامل. في وقت ما كل الفرق كانت بتتمنى بطوله، الاهلي كان بياخدها ويفكر في اللي بعدها. شويه ارقام للجيل ده تاخد العقل: 6 بطولات دوري متتاليه، 4 دوري ابطال افريقيا، 3 سوبر افريقي، 5 سوبر مصري، 3 كؤوس مصر، غير برونزيه كاس العالم للانديه 2006 في اليابان. الجيل ده خلى جمهور الاهلي كان بيجي الاستاد وهو ضامن الفوز، مش غرور، دي حقيقه. الفرقه دي كانت بتلعب كوره بشكل ممتع، وكان عندها مدرب اسمه جوزيه كان بيعرف ازاي يطلع احسن ما في كل لاعب. الجيل ده ما يترميش ورا ظهرنا، الجيل ده لازم يتدرس. ده دورنا في قناه التاريخ اهلاوي، خلي كل اهلاوي صغير يعرف ان كان عنده جيل بيكسب ومنام افريقيا كلها من المغرب. دوس لايك، اشترك في القناه، استنى الحلقه الجايه من قناه التاريخ اهلاوي. في النهايه الاهلي دايما في القلب. سلام.